بص يا صاحبي، لو الدنيا ضاقت بيك ولو ضلمة الحزن قدرت عليك حياتك، لو حسيت إن الطريق ملوش نهاية وإن كل محاولاتك بتفشل، اسمع مني كلمة. أنت مش لوحدك، وكل اللي حواليك مروا بنفس اللي أنت فيه. ربنا خلقك بعظمة ما تتخيلهاش، وأمر الملائكة إنها تسجد لك يوم ما خلقك، مش علشان تكون مسكين، لكن لأن فيك نور وقوة قادرين يغيروا الدنيا. الضلمة اللي جواك مش نهاية الطريق، دي بداية رحلة اكتشاف ذاتك، رحلتك في التغيير، رحلتك للنجاح. اللي عدى وفات ما ينفعش تضيع وقتك في الندم عليه. خليك معايا وهنشوف سوا ازاي نقدر ننفض الغبار ده، وازاي نفتح صفحة جديدة نملاها بالأمل والنور. لازم تعرف ان عظمتك مش بس في قدرتك، لكن في ان ربنا سخر لك السماء والأرض كلها علشان تحقق هدف كبير، هدفك انت. فقوم، اوعى تستسلم، علشان ربنا معاك والنجاح في ايديك. ابدأ بخطوة صغيرة، وإيمانك هو المفتاح. وصدقني، كل يوم جديد هو فرصة تانية تبني فيها نفسك وتثبت إنك أكبر من أي مشكلة وأكبر من أي ضلمة. أنت لسه تقدر تكتب قصة نجاحك وتغير من نفسك ومن حياتك. إياك اوعى تفقد الأمل، وما تسمحش للهم إنه يسرق منك أحلامك. إحنا هنا معاك نساعدك تكسر الحزن والضلمة اللي جواك. فكر وابدأ الرحلة مع الهمجي.